يا مساء الفل، عاملين ايه يا حبيبي؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا عارفين ان المصيف بدأ وكله بيسافر، بس عايزه اقولك لو نزلت اسكندرية لازم تجربي الاكله ديت. اكله بسيطه وسريعه وما بتاخدش منك اي وقت. سلام بقى كده لو انت رايحه البحر. قالوا ما اقولكوا هنعمل ايه النهارده. هجيب نص كيلو لحمه مفرومه وفرمت عليها ربع كيلو بصل. عندي هنا فلفل حامي على فلفل بارد، وهنبدأ ان انا احط معلقتين، وطبعا دي على حسب الكمية عشان انا عاملة نص كيلو، فانا هحط معلقتين بس. وعندي هنا طماطميتين مبشورين. طماطم بيدي للحواوشي طعم حلو جدا. عندي كيس خلطة التوابل الحواوشي وبحطه كله على نص كيلو. بعد ما نزلت ببهار الحواوشي ببدأ بان انا احط رشة قرفة، دي من عندي طبعا، لو ما بتحبيش القرفة خلاص، بس اي لحمة مفرومة دايما بحط عليها رشة قرفة. ربع معلقة ملح صغيرة وما كترش عشان التوابل بتبقى فيها نسبة ملح، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة ممسوحة، وهبدأ ان انا اقلبهم كلهم مع بعض. البيكنج باودر ميزته ان بيخليش اللحمة تكش، وفي نفس الوقت بيخليها طرية وعالية. بعد ما قلبت المكونات مع بعض اخدتها كده لفة في الكبة، وهبدأ ان انا احطها بقى في طبق عشان نروح الفرن ونشوف هنعمل ايه. اظن مفيش اسهل من كده لما تبقي في مصيف وتعمليه. تتلاقي الفرن جنبك في كل مكان. انا عندي هنا سجق كان في الفريزر، طلعته يفك شوية، وهنبدأ برضو ان انا اعمل حواوشي باللحمة وحواوشي بالسجق. دلوقتي هنروح الفرن ونعمله مع بعض. لما بنروح الفرن بتطلبي طاولة عيش، الطاولة بتبقى فيها حوالي 10 ترغيفة، وعلى حسب ما بنتي عايزة بتقوليله انا عايزة 10 ترغيفة او عايزة اكتر زي ما انتي عايزة. هنبدأ بقى ان احنا نحط الحشوة بس في نص الرغيف، وما بيبقاش كتير عشان الحشوة تستوي، وفي نفس الوقت ما تحطيش على الطرف عشان تعرفي تقفلي. احنا بنقفله بنحط كده جبنة، دي على حسب الرغبة، بتحط اي جبنة انت بتحبيها، رومي، موزاريلا، كيري. ابدأ ان انا اجيب الرغيف اللي تحت على الرغيف اللي فوق. وده السجق يعني كان كمية قليلة، بس ما شاء الله عملت لي 6 رغيفة. وزي ما قلت لكم ما تجيبوش الحشو على الطرف عشان تعرفي تقفليه، لان لو الطرف مبلول مش هيقفل معاكي، ولو فتح معاكي في الفرن بينزل السوائل بتاعت اللحمة، وممكن الرغيف يتحرق منك. اللحمة برضو قسمتها كده على العيش، وببدأ ان انا احط الجبنة عليها، وابدأ ان انا احط رغيف فوقها، واجيب الرغيف اللي تحت على فوق، وبضغط كويس قوي وعلى مهلك عشان العيش ما يتقطعش معاكي. بس كده، وبتديه للراجل، الراجل بيرش كده بالبخاخة مية وبيدخله في قلب الفرن، وزي ما انت شايفة كده بيبقى شكله روعة. واما بروح البيت طبعا بيبقى سخن مولع، لان الفرن جنبنا وفي اي مكان زي ما قلتلك. بطلعه كده وهنفتحه قدامكم عشان تعرفوا ان كل حاجة استوت جواه. بتعملي جنبها طحينة، بتعملي جنبها بطاطس شيبسي، بطاطس محمرة، حاجة ساقعة، طحينة، كاتشب، على حسب الرغبة. ويا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك للقناة حتى لو استفدت بمعلومة واحدة. ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.